تفتكر ممكن تتجوز شخص وتحس إنه حب حياتك وفجأة تكتشف إنه طول الوقت بيتلعب بعقلك من غير ما تحس؟ القصة اللي هقولها النهاردة مش خيال، دي حقيقة هتزعل قلوب كتير وتخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تثق في أي حد. أنا ريم، عندي 28 سنة، اتجوزت بعد قصة حب طويلة. كنت شايفة إن جوزي يوسف هو فارس أحلامي، الشخص اللي كنت بحلم بيه طول عمري. يوسف كان مختلف عن أي حد عرفته قبل كده، راجل هادي، صوته دايما مطمن، كلامه موزون، وعمره ما رفع صوته عليا حتى لو زعل. كان في عيونه حاجة غريبة، نظرة فيها قوة وسيطرة، بس في نفس الوقت فيها حنان يخليك تحس بالأمان. قابلته وأنا في الجامعة، كان صديق مشترك لزميلتي، كنا بنتقابل كتير صدفة، وهو كان دايما مهذب جدا، بيختار كلامه بعناية. كنت معجبة بشخصيته، لكن ما كنتش أتوقع إنه هيكون جوزي في يوم. بعد ما خلصت الجامعة واشتغلت في شركة كبيرة، لقينا نفسنا بنقرب من بعض أكتر، خصوصاً إنه كان دايماً موجود في الأوقات الصعبة. في يوم كان اتقدم لي ورفضوا أهلي في الأول. ليه؟ لأنهم كانوا شايفينه غامض زيادة عن اللزوم ومش عارفين تفاصيل كتير عن حياته، بس أنا كنت بحبه جداً ووقفت قصاد الكل علشان اتجوزه. فضلت شهور أقنع في أهلي لحد ما وافقوا، واتجوزنا فرح بسيط، لكن كان بالنسبة لي أجمل يوم في حياتي. أول شهور الجواز كانت مثالية. يوسف كان بيعاملني زي الأميرة، بيدلعني، يطبخ لي أحياناً أكلات كنت بضحك وأقول لنفسي هو أنا تعبانة للدرجة دي؟ وهو كان يضحك ويقول واضح إن طريقتي في عمل الشاي بتخليكي تنامي مرتاحة. يوسف كان عنده غيرة غريبة، مش الغيرة العادية اللي فيها حب، لأ، كان أوقات شكك زيادة عن اللزوم. يعني لو حكيت له عن زميل في الشغل ساعدني في حاجة، كان وشه يتغير بس ما يتكلمش كتير، يضحك ضحكة خفيفة ويقول ما تحكيش عن الرجالة اللي حواليكي، أنا بحب أبقى أنا الراجل الوحيد في حياتك. كنت بحسها رومانسية أكتر من إنها غيرة، وكنت بعتبرها طبيعية. لكن كان في مواقف صغيرة غريبة، زي مرة كنت قاعدة معاه وبصيت في الموبايل وضحكت. فجأة وشه اتغير وسألني بتضحكي على إيه؟ مين اللي بعتلك حاجة دلوقتي؟ كنت بحاول أهدي الموضوع وأضحك وأقول له دي بس صورة مضحكة من جروب البنات، بس عيونه كانت بتفضل مركزة عليا بطريقة تخليني أتوتر. عدت الشهور وأنا مش واخدة بالي من أي حاجة، حد ما جه يوم جمعة معين، اليوم اللي غير حياتي كلها. كالعادة كان يوم خروجتنا الأسبوعية، كنا مخططين نروح ناكل سمك في أبو قير ونقضي يوم على البحر. فعلا نزلنا، بس أول ما وصلنا المكان الدنيا قلبت مطر شديد جدا والخروجة باظت. يوسف كان باين عليه تعب، بدأ يعطس ويكح ووشه كان شاحب. قلت له لا خلاص نرجع البيت ترتاح. رجعنا البيت وهو دخل يغير هدومه، وأنا رحت بسرعة أدور في درج الأدوية أشوف له حاجة للبرد. وأنا بدور في الدرج لقيت علبة دواء جديدة ما شفتهاش قبل كده، استغربت جدا. مسكت العلبة بقلبي بيدق بسرعة، فتحت النشرة اللي جواها، لقيت مكتوب عليها منوم سريع المفعول. اتصدمت، ايه ده؟ ليه يوسف عنده منوم؟ احنا الاتنين بننام كويس جدا وما عندناش اي حد في البيت بيعاني من الأرق. وبعد لحظة صمت كل حاجة بدأت تركب في دماغي. كل مرة كنت بشرب الشاي اللي بيعمله كنت بنام بسرعة من غير ما أكمله. كل ليلة كنت بفقد التركيز فجأة وأنا قاعدة معاه. وقتها قلبي وقع، يوسف بيحط لي منوم في الشاي؟ ليه؟ هل بيخوني؟ هل بيستغل إني نايمة وينزل يقابل واحدة تانية؟ بس استني، يوسف مستحيل يخوني، ده بيصلي ومش ممكن يعمل حاجة زي دي. طب هل عايز يعمل حاجة غصب عني؟ برضه مش منطقي، احنا علاقتنا كويسة جدا ومفيش أي مشاكل. طب يمكن عنده مرض نفسي، يمكن بيخاف مني أهرب، ولا بيعمل كده لسبب أكبر وأخطر. الليل جه وأنا كنت قلبي بيدق ودماغي هتنفجر. يوسف دخل المطبخ زي كل ليلة، وبعد شوية جه بالكوبايتين، ابتسم وقال يلا يا حبيبتي شاي قبل النوم. أنا ابتسمت له
وأخدت الكوباية ودلقت نصها على السجادة من غير ما ياخد باله. السجادة كانت تخينة ومش هتبين حاجة. شربت باقي الكوباية قدامه، وبعد دقيقتين عملت نفسي نعسانة وقلت له هروح أنام بدري النهاردة. دخلت السرير وعملت نفسي نايمة. استنيته حوالي ساعة، مفيش حاجة حصلت. كنت خلاص هقوم وأقول لنفسي إن كل ده وهم. فجأة حسيت بيه بيقرب مني، نفسه بقى قريب جدا من وشي. قلبي دق بسرعة، حسيت برعب عمري ما حسيت بيه قبل كده. بدأ يهمس بكلام غريب مش فاهمة منه حاجة، زي طلاسم أو كلمات بلغة مش مفهومة. بعدها فجأة حسيت جسمي بيتقل ونمت. صحيت تاني يوم الصبح حاسة إني تايهة. كان في وجع غريب في دماغي وكأن حد ضغط على عقلي طول الليل. يوسف كان واقف في المطبخ بيحضر الفطار، ولما شافني ضحك وقال صباح الخير يا أميرة، نمتي كويس؟ كويس، بس صوتي كان مهزوز. قعدنا نفطر سوا وكأن مفيش حاجة حصلت، لكن أنا من جوايا كنت بتقطع، مش قادرة أبص في وشه بنفس النظرة. فضلت طول اليوم أفكر، أنا لازم أعرف الحقيقة. ما ينفعش أفضل عايشة مع حد مش فاهمة هو بيعمل إيه وأنا نايمة. وأنا في الشغل كنت قاعدة متوترة، كل حاجة حواليا بقت مش مريحة. حتى زمايلي لاحظوا عليا وقالوا مالك يا ريم، وشك مصفر. قلتلي لا مفيش، بس شوية تعب. رجعت البيت بدري عن معادي، يوسف ما كانش لسه رجع. قفلت الباب عليا ورحت على النت أبحث. كتبت ليه ممكن حد يستخدم المنوم لشريك حياته. اللي قريته خوفني أكتر. لقيت مقالات عن ناس بتستخدم المنوم مش بس علشان الخيانة، لأ، 2 ممكن يكون علشان التنويم المغناطيسي والسيطرة على العقل. فضلت أقرأ وأقرأ وقلبي بيقع أكتر مع كل كلمة. بدأت أربط الأحداث، نظرات يوسف، طريقته اللي فيها غموض، كسله المتعمد، وكأن كل حاجة في حياتنا كانت معمولة بخطة. تاني يوم الصبح استأذنت من الشغل بحجة إني تعبانة. نزلت ورحت محل أجهزة إلكترونية، اشتريت كاميرا مراقبة صغيرة جدا بحجم عملة معدنية. رجعت البيت وأنا متوترة جدا. ركبت الكاميرا في النجفة بتاعت أوضة النوم، كانت مخفية تماما، حتى لو بص يوسف فوق مش هيلاحظها. الشغل بعدها وكأني ما عملتش حاجة. بالليل كالعادة يوسف حضر كوبايتين الشاي، قعد جنبي وقال بابتسامة يلا يا روحي شاي قبل النوم. ابتسمت له وأنا جوايا نار. أخدت الكوباية ودلقت نصها بسرعة على السجادة وهو ما خدش باله، وباقي الكوباية شربتها قدامه. بعد دقيقتين عملت نفسي نعسانة ورحت السرير. يوسف فضل في الصالة شوية وبعدين دخل الأوضة بعد حوالي ساعة. أنا كنت صاحية بس عاملة نايمة. حسيت بخطواته قرب السرير، قرب مني جدا. بدأ يهمس بكلام غريب، نفس الطلاسم اللي سمعتها قبل كده، بس المرة دي كنت مركزة أكتر. حاولت أفتح عينيا بس جسمي بدأ يتقل فجأة. حسيت كأن عقلي بيتسحب مني وكل حاجة حواليا بقت ضباب. آخر حاجة سمعتها صوته بيقول حاجة زي تاني يوم الصبح صحيت وأنا حاسة إني مش طبيعية. يوسف كان نازل شغله، سلم عليا ابتسامة بريئة وقال خلي بالك من نفسك. أول ما الباب قفل وسمعت صوت عربيته بتبعد قلبي بدأ يدق بسرعة. قمت جريت على الكاميرا، شغلت الفيديو اللي صورته بالليل. اللي شفته خلاني جسمي يتشل. يوسف فعلا كان واقف فوق دماغي وأنا نايمة، بيبصلي بطريقة غريبة جدا، زي اللي بيحاول يدخل جوه دماغي. كان بيقول بكلام هادي وموزون ريم، انت دلوقتي هتسمعيني من غير ما تقاومي. قوليلي كنت فين الأسبوع اللي فات؟ مين بيكلمك في الشغل؟ مين في حياتك غيري؟ والصدمة إن صوتي طلع. كنت برد عليه وأنا نايمة، بقول له كل حاجة، حتى حاجات ما كنتش فاكرة إني قلتها لحد. كنت بحكي له عن زمايلي، عن خروجاتي، عن تفاصيل حياتي من غير وعي. وبعد ما خلص أسئلته قعد جنبي وقال كلام أغرب. انتي مش هتشوفي في حياتك حد غيري، هتكرهي أهلك لأنهم كانوا ضد جوازنا، هتبعدي عن أي حد يقربلك، هتسمعي كلامي في كل حاجة حتى لو غلط. مفيش حد في الدنيا هيملك قلبك غيري. كان صوته هادي جدا بس مخيف. بعد اللي شفته في الفيديو حياتي كلها اتشقلبت.
كنت قاعدة لوحدي في أوضة النوم، ماسكة الكاميرا في إيدي، دموعي بتنزل من غير ما أحس. كنت عايزة أصرخ، أعيط، أروح أقول لأي حد يساعدني، لكن كل ما فكرت في أهلي أو أصحابي حسيت بنفور غريب، زي ما يكون في حاجز جوايا منعني. افتكرت أوامره: هتكرهي أهلك، هتبعدي عن كل حد في حياتك، مفيش حد هيملك قلبك غيري. أنا بحبه، وأنا بحس إني بحبه بس لأنه سيطر على دماغي. هو يوسف اللي كان في الجامعة شخص طبيعي، ولا كان بيخطط من زمان؟ حتى حبنا نفسه، هل كان حقيقي ولا هو زرعه فيا من البداية؟ حسيت إني مش عارفة مين أنا ريم ولا مجرد دمية بيتحكم فيا؟ يوسف رجع البيت بالليل زي العادة، بنفس الابتسامة، بنفس الكلام الحنون. قال لي: حبيبتي، جبتلك حاجة جميلة هتفرحك. كنت واقفة قدامه ببص في عيونه، مش قادرة أواجهه، كأن لساني مربوط. كنت سامعة صوت في دماغي بيقول: ما ينفعش تزعليه، ما ينفعش تخوني ثقته، ده بيحبك. اتخضيت، الصوت ده مش صوتي، ده صوته اللي محفور جوه عقلي. تاني يوم الصبح لما نزل شغله حاولت أتصرف، لبست بسرعة ونزلت من البيت. كنت ناوية أروح عند صاحبتي ندى، هي الوحيدة اللي كانت دايما قريبة مني وممكن تصدقني. وأنا في الطريق قلبي بدأ يدق بسرعة ودماغي تتلخبط. كل خطوة كنت بحس فيها إن رجليا بتتقل، وصوت داخلي بيقول: ارجعي البيت، مكانك هنا، يوسف هيزعل لو عرف إنك خرجتي من وراه. وقفت فجأة في نص الشارع، حاسة إني بتخنق. مسكت راسي، حاولت أقاوم الصوت اللي جوايا، بس لقيت نفسي برجع للبيت من غير ما أفكر. دخلت الشقة وأنا منهارة، قفلت الباب وانهارت في الصالة. يوسف حتى وهو مش موجود لسه بيتحكم فيا. بعد ما هديت شوية فكرت بطريقة مختلفة، لو ما قدرتش أواجهه ممكن ألاقي حد يفك التنويم المغناطيسي ده. فتحت النت وبحثت إزاي أخرج من تأثير التنويم المغناطيسي. لقيت مقالات عن أطباء نفسيين متخصصين في فك السيطرة العقلية. كتبت أرقامهم وقررت أتصل بيهم تاني يوم من المكتب علشان يوسف ما يسمعش. يوسف رجع البيت وبص لي بطريقة حسيت إنها مختلفة. قال لي: شكلك تعبانة النهاردة، دماغك مشغولة بحاجة. هل هو حاسس إني بدأت أشك فيه؟ قلت له وأنا بحاول أتصنع الهدوء: بس شغل كتير. قرب مني ولمس إيدي وقاي بابتسامة هادية: انتي عارفة إني بحبك ومش بحب أشوفك زعلانة. ابتسمت غصب عني وكأني مسلوبة الإرادة، وبرايا كنت بتصرف كأني لسه نفس ريم اللي بتحبه. بالليل كالعادة جه بكوبايتين الشاي. أنا خلاص عرفت إنه بيحط لي منون، فدلقت نص الكوباية على السجادة زي كل مرة. عملت نفسي نايمة وهو دخل بعد حوالي ساعة، لكن المرة دي كلامه كان أطول وأخطر. سمعته بيقول: ريم، لو حاولتي تخوني ثقتي أو تقابلي حد من ورايا هتحسي بألم شديد ومش هتعرفي تتحركي. يوسف نزل شغله وأنا كنت حاسة بجسمي كله مرهق. رحت الشغل بالعافية، ولما لقيت فرصة اتصلت برقم طبيب نفسي كنت لقيته على النت. ردت عليا السكرتيرة، قلت لها بسرعة: أنا محتاجة أقابل الدكتور ضروري، الموضوع عن التنويم المغناطيسي والسيطرة على العقل. ردت عليا: أنا محتاجة أقابل الدكتور ضروري، الموضوع عن التنويم المغناطيسي والسيطرة على العقل. وافقت، فوقرني بير إني خفيت وغلتاني، فحصلت إن أنا ببرج لاكو أخافة. ولما عيد فكرتني بتصدقته بفيني، فكرة الفكرة دل عليا اللي سيئت، فاضطرت. وإحسست إنه يوسف نزل شغله وأنا كنت حاسة جسمي كله مرهق. رحت الشغل بالعافية، ولما لقيت فرصة اتصلت برقم طبيب نفسي كنت لقيته على النت. ردت عليا: أنا محتاجة أقابل الدكتور ضروري، الموضوع عن التنويم المغناطيسي والسيطرة على العقل. ردت عليا: أنا محتاجة أقابل الدكتور ضروري، الموضوع عن التنويم المغناطيسي والسيطرة على العقل. ردت عليا: أنا محتاجة أقابل الدكتور ضروري. فوقرني، حسيته بجسمي كله وقلت. حسيته بلاكو بون وصحيته بلاكو قفل. وأكمل موضوع اللي حسيته بلينا.
بأي حالة يمكن أخيراً قرب مني وبصلي بتركيز شديد. حسيت إنه عيونه بتحفر جوه دماغي. قلب ابتسامة هادية. ريم، اوعي تفكري يوماً تبعدي عني، اوعي تخلي حد يدخل بينا، إحنا لبعض وفقط لبعض. جسمي كله اتكهرب. هل هو عارف إني بحاول أطلب مساعدة؟ ولا دي مجرد مصادفة؟ اليوم اللي بعده استنيت لحد ما يوسف نزل وطلعت على طول للدكتور. كنت متوترة جدا وأنا قاعدة قدامه. حكيت له كل حاجة بالتفصيل، عن المنوم، عن الفيديو، عن الطلاسم، عن أوامره اللي بتخليني أتصرف من غير وعي. الدكتور سمعني بهدوء وبعدين قال لي اللي بتوصفيه ده اسمه تنويم إيحائي قسري، وده خطير جدا لو استمر فترة طويلة. يعني ممكن أتحرر منه؟ بس محتاجة جلسات علاجية مخصوصة، ومحتاجة تبعدي عن مصدر التنويم على قد ما تقدري. سألته بخوف، طب لو استمر معاه ممكن يحصل لي إيه؟ بصلي بنظرة جدية جدا وقال ممكن تفقدي هويتك بالكامل وما تبقيش عارفة نفسك أصلا. اتفقت مع الدكتور إني هبدأ جلسة أولى بعد يومين. رجعت البيت وأنا عندي بصيص أمل صغير، يمكن أتحرر أخيرا. لكن لما دخلت الشقة لقيت يوسف واقف في الصالة مستنيني. ابتسم ابتسامة باردة وقال حمد لله على السلامة، يا ترى كنت فين النهاردة؟ قلت لك كنت في الشغل. قرب مني أكتر ولمس وشي وقال بهدوء مخيف ريم، أنا بعرف كل حاجة حتى لو أنت مش عايزة تقولي. وبعدين وشه اتغير وقال جملة قصة من ظهري، على فكرة أنا عرفت إنك رحت الدكتور. اتجمدت مكاني، قلبي وقع من الخوف. هو إزاي عرف؟ هل في حد بيتجسس عليا؟ ولا سيطرته بقت أقوى لدرجة إنه حاسس بخطواتي؟ يوسف بصلي بنظرة باردة وقال واضح إننا محتاجين ليلة مختلفة النهاردة علشان أرجعك تاني زي الأول. وقتها عرفت إن الليلة دي ممكن تكون نقطة اللا عودة.